لو سألتك إيه هي مقومات المحتوى الناجح؟ هتقول لي كتابة جيدة تمام، أفكار كرييتيف صح؟ لو بصيت بقى هتلاقي إن كل ده موجود في بيس كيك، وطبعًا أنا كمان مش محتاج يعني، وأنا طبعًا مش متخاذل خالص وما بانزّلش الفيديوهات في ميعادها. نرجع لموضوعنا، بس هل هي مجرد قناة والّا أول شركة content في مصر؟ صَلّ على النبي ويالّا بينا. في سنة 2016 بينزل فيديو على منصة باسم بيس كيك، والفيديو بعنوان سحوريات. كان ساعتها المنصة بتنزل سكتشات صغيرة ما كانوش معروفين، يعتبر أكتر واحد كان معروف فيهم شوية هو أحمد صافي عشان كان بيغني، والقائم على الشركة دي هم كانوا ساعتها صافي ومروان وكريم، وكانوا بينزلوا سكتشات وبيتفقوا على الفيديوهات في مطبخ مروان. وفيديو من دول شافه أحمد ماركتنج مانجر كريم ساعتها، والفيديو كان بيتكلم عن أوبر ولا كريم. طب انا هطلب اوبر، تطلب معايا؟ لا انا طلبت كريم خلاص. كريم بيجي اسرع على فكره. بيجي بسرعه، اهو كريم وصل اهو. السلام عليكم. السلام. اتفضل حضرتك. السلام مروان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعجبه الفيديو جدا. سكتش غبي غباء 10 ثواني بس يجي الحظ ان انا شغال في كريم وانا بتفرج على يوتيوب وبحب يوتيوب وهم شباب بيحبوا يوتيوب. لا كنت معاهم كان ماركتنج مانجر. وده اللي خلاه يتكلموا عشان يشتغلوا مع بعض وبعد كده يبقى معاهم في الشركه. هتقول لي لا هم ما ابتدوش كشركه، لا يا صح، هم ابتدوا بالشكل ده وابتدوا بفكر ان هم عايزين يعملوا شركه كونتنت في مصر، هم عايزين يعملوا محتوى. اعتقد ان هم اول شركه صراحه محتوى في مصر مش معتمدين على شخص واحد. يعني مثلا زي ما قلنا مروان سري شركة أركيد معتمدة على مروان وأحمد كمال كوجهة واحدة، وده اللي قلناه في حلقة مروان سري. لكن بيس كيك مش كده. أول فيديو يضرب لبيس كيك أو يبتدي يتعرف كان رومانسية منسية بتاع يايا وصافي. وبص فكر الشركة إن هم يجيبوا معلنين للقناة أو للمنصة، ومعظمهم اشتغل في الإعلانات قبل كده. لما عينوا يايا الصراحة الفيديو التقديم بتاعه كان كرييتيف جدا. والبرنامج قايم على فكرة الديتنج، والبرنامج ينجح ويعجب الناس لأن تيمة البرنامج هو فريق ناس بتحب يايا وفي ناس بتحب صافي، وده اللي بيخلي برامج التحديات حلوة زي ما قلنا في حلقة التحديات. وكانوا بينزلوا حاجات غريبة برضو ساعتها الصراحة مع رومانسية منسية والسكتشات. لكن رومانسية منسية كان طاير بالقناة، ويوم ورا يوم الشركة بتكبر وبقوا عايزين أفكار جديدة. مش هنعيش على رومانسية منسية بس، مع إن على فكرة رومانسية منسية ده كان بيجيله مشاهير كتير، لحد برنامج المفضل امسك نفسك. ده أكتر برنامج ضحكني في العموم، وبرضه البرنامج ده كان جامد، وكان تقريبا أول ظهور الأستاذ حازم راغب، وقناة بقى فيها برنامجين ناجحين دلوقتي لحد ما دخلت جون سينا الأستاذ حازم راغب باللي فاكر اللي أنا أكسبه بكل سهولة لو لعبته، يعني عشان نكون متفقين. واخد بالك عم حازم؟ بص من أول هنا بقت القناة بقت متنوعة، وبقى كل فترة يعملوا برنامج جديد. مثلا برنامج زي لماذا نحن هنا لبرعي، وكنت بحب البرنامج ده جدا. لماذا نحن هنا؟ وبرنامج مافيوزو وبرنامج الصحاب. بس اكتر حاجه بتميز بيس كيك هو ان عينيهم حلوه، مش اي حد يجي يشتغل معاهم، بس مستعدين ناخد الريسك ونعمل لك برنامج كمان عشان شايفينك شاطر او شايفينك موهوب. يعني مثلا ملك دهشان، ملك كانت تعتبر من اشهر الناس في بيس كيك دلوقتي. عارف اشتغلت معاهم ازاي؟ كانت بتسيب الشغل وهي اصلا HR، مش متخيله في الشغل الصراحه. عملت فيديو ان هي بتسيب الشغل والفيديو فايرال جدا، عشان كده يكلموها ويجيبوها تشتغل معاهم. ولو انت مثلا موهوب عادي تشتغل معاهم، زي مين؟ حليم اللي اصلا كان ستاند اب كوميديان من خريج ورشه علي قنديل اللي اتكلمنا عليها في حلقه قبل كده. كان بادئ معاهم كاديتور وكان بيكتب معاهم. ومين برضه؟ مروان المسلمين اللي كان بيكتب معاهم وكان بيكتب لاينات ليحيى في رومانسيه منسيه برضه، وبرضه يطلع في الشركه، وبرضه هو ستاند اب كوميديان. انا بحب الستاند اب كوميديان في العموم. وخلي بالك ان بيس كيك هي برضه فتحت المجال لناس تانية زي اول ويك انترتينمنت كونتنت بلس اللي عليها برامج جامده جدا زي انت ما تعرفش انا مين وكلبش. وده مش اعلان تماما نهائي، هما بس جابوا لي سندوتشين كبده دفعوا لي المواصلات وانا مروح. وده تصريح حصري مني، لو حد عايز يعمل اعلانات عندي على القناه يكلمني وما يفكرش في الفلوس. نرجع لموضوعنا، هما شاطرين قوي قوي بقى في الايديت. بص الايديتنج عندهم هو اصل الافيه. لما يبقى الايديتور فاهم كوميديا زي ما قلنا حليم كان ايديتور، يبقى راسم الافيه في دماغه. يعني مثلا لو حصل لحظه صمت عن صدمه زي ما بيحصل في برنامج المنشر، فهو عايز يبروز الصدمه دي فيعمل زوم، ممكن يحط افكس، وهنا بقى عندنا افيه بلس متعه بصريه وبقت الكوميديا الضعف. ما عدا ملك لو طلعت من غير ايديتنج ومن غير تصوير هتضحك والله. وكمان اهم فكره هي التطور. هم عندهم رول ان اللي بيخش بيس كيك بياخد اول حاجه ارتجال، ودايما بيبقى فيه ناس جديده كل سنه وبيبقوا صغيرين في السن. ليه؟
عشان دايما يكريتوا الافكار الجديده، يفهموا ايه اللي الشباب عايزه في السن ده، ايه اللي ماشي دلوقتي. خلي بالك كل يوم في ترند خاص بالشباب، لازم يبقوا فاهمين ده، يا اما مش هيتطوروا. وبيدي اللي يشتغل كل حريته عشان يطلع كل ابداعه، وده اللي بيخلق بيئه عمل مريحه وناجحه، ودي اهم حاجه. الخلاصه، بيس كيك مش مجرد قناه، بيس كيك دي اول شركه صناعه محتوى شامله في مصر. عرفوا يخلقوا منظومه، يحتضنوا مواهب وينوعوا برامجهم ويخلوا الجمهور مستني كل حلقه على نار. ودي مش حاجه سهله تماما وسط زحمه السوشيال ميديا والمنصات اللي بقت ماليه الكونتنت، وبقوا من اهم المنصات في مصر. وبتحدى استاذ حازم على فكره في حلقه من اللي فاكر. وبس انا كده خلصت. انا عارف ان دي حلقه خفيفه كده ما طولتش عليكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل فولو على الانستجرام هتلاقيه تحت في اول كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عيني يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي، مشيت وقلبي في ايدي ادور. ايه ده، المفروض ده ما قفلتش، انا اسف.